ولكن الحلول الاباده دي اللي هو اخفي لي الكلاب كلها من الشارع دي مش حلول. اسالك شويه اسئله بس هشرح للناس سريعا الوضع. انا منزل فيديو بلعب مع كلاب بلدي، بقابلها وانا نازل من البيت وطالع من البيت والكلام ده كله، فلما بقابلها بقعد العب معاهم شويه كده واصور، فالكلام اخدني شويه فقلت ان حرام تسميم الكلاب دي. وطبعا شرحت ان الكلاب دي عشان فيها اير تاجز في ودنها، تمام، اللي هي العلامات دي، ان الكلاب دي بيتم تعقيمها في نفس الوقت بيتم تطعيمها، فالكلاب دي بتبقى موجوده في الشارع اعدادها ما بتزيدش، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه خطوره منها على السعار وكده. السيستم ده مستخدم في دول كتيره جدا على عكس ما انت قلت. بس خلينا نيجي بس لنقطه في الاول كده. انت داخل تاخد اللقطه وكلب بلدي احسن وكده، هعرفك بنفسي يا مايكل انا مش داخل ادافع عن نفسي خالص يا جماعه، ما حدش يقول لي لا وسيبك من ما تردش والكلام ده، لان انا والله ما داخل ادافع عن نفسي خالص ولا اي حاجه، ولا زعلان من مايكل والله العظيم خالص. هشرح لك بس انا عامل ايه الاول من ناحيه الكلاب البلدي، بعد كده هعلق شويه تعليقات بسيطه جدا على الكومنت بتاعك. اول حاجه انا عندي كلبتين بلدي من كلابي تبني، هم بلدي ميكس، وفي نفس الوقت انا قاوي 5 كلاب تانيين بصرف عليهم من حر مالي، هم مش كلابي، هم كلاب ناس تخلت عنها. الكلاب دي ما كانتش بتلاقي مأوى، منهم 3 بلدي ميكس على فكره برضو، تمام، فانا كانوا بيصعبوا عليا فكنت بقعدهم. الكلاب دي في منها انا قوي بقالي 2 او اكتر، لا هي كلابي ولا اي حاجه خالص، كلاب ما حدش عايز ياخدها، في منها كبير في السن وخلي بالي منها وبحفظها، وعمري ما بتكلم وما بطلعش اقول انا بعمل كده والكلام ده كله. بس انا بس بعرفك يا مايكل بكل بساطه الوضع عامل ازاي. انت كل القصه عايز بعد كده تمرر كلام ان انا مش فاهم انت عايز تبرر التسميم ولا انت بتكلمني على انظمه بره، ان في دول فعلا عندها شلاتر كتيره جدا وده مش موجود في مصر بصوره كافيه، والدول دي بتعرف تاخد الكلاب من الشارع وتحطها في الشلاتر وتحتفظ بيها وتلاقي لها متبنيين. وللاسف برضو الكلام ده مش موجود في مصر غير بشكل اجتهادات ذاتيه، ومجموعه من الجمعيات ما بتقدرش تتحمل ده. فانا مش عارف انت بتتكلم عن انه ناحيه، هل انت بتبرر التسميم فبتقول ان هم ما ينفعش يبقوا في الشارع دي مصيبه، تمام، ولا هل انت بتقول ان الكلاب دي المفروض يتاخدوا ويروحوا شلاتر ومكانهم مش في الشارع والكلام ده كله؟ يا ريت والله، يا ريت الدوله تعمل شلاتر وتعمل اماكن وتاخد حل رحيم زي ما في دول تانية بتعمل، لو ده قصد كلامك. بس انا ساعتها هطلب منك طالب الدوله بده، يعني بدل ما تخش تهاجم حد باسلوب الهجوم بتاع الاسطمبه المحفوظه، انت نازل تاخد اللقطه انت مش عارف ايه والكلام ده كله، تمام، اللي انا ممكن يكون في ناس بتعمل كده، انا ما بيفرقش معايا الكلام ده خالص. انا راجل الحمد لله الحمد لله الحمد لله صانع محتوى بفيديوهات كتيره جدا ليها علاقه بالكلاب البلدي وخارج الكلاب البلدي. يعني خارج الكلاب البلدي يمكن اصلا فيديوهات الكلاب البلدي اللي انا بعملها بتيجي صدف، مش كده هتلاقي الكواليتي بتاعتها مش حلوه وسيئه والكلام ده كله، هي بتيجي صدفه. والله انا نازل تحت بيتنا بجيب حاجه من العربيه، جت الكلبه هي واصحابها اللي هم انا بلعبهم والكلام ده كله، بطلع الموبايل، حتى في منهم هتلاقي اصلا الفلاش يعني الموبايل ما كانش مشحون، هتلاقي الاضاءه وحشه والكلام ده كله. المهم بصورها وبقول الكلمتين وبتيجي صدفه وبنزل فيديو، اوكي، علشان انا مقتنع ان الكلاب البلدي كائنات غلبانه جدا ومحتاجه صوت، وانا ربنا قدرني اداني قنوات على السوشيال ميديا قويه اقدر اتكلم منها على الكلاب البلدي دي، اقول فعلا ان هي مظلومه. ما تجيش عند واحد نازل تحت بيتهم والله بالصدفه قابل كلبين بلدي قال بقين عشان هو مستحرم التسميم اللي حصل مؤخرا، تمام، هي جت صدفه ان كان مؤخرا في تسميم بدا يحصل كتير جدا، الواحد بيقرا تسميم مش عارف في كومباوند ايه وتسميم مش عارف ايه، فانا نزلت قلت كلمتين عشان انا كنت محروق ان يا جماعه حرام 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 تسمموا الكلاب ده. انت داخل تقول داخل اللقطه وداخل مش عارف ايه وداخل تهاجم وداخل تكتب كلام انا برضو لحد دلوقتي مش عارف انت كاتبه قاصد ولا مش قاصد، ولا كاتبه بتغلط، ولا انت مثلا بتحب الكلاب البلدي جدا فبتدافع عنها، ولا العكس انت اصلا عايز تتخلص منها تماما. انا مش فاهم والله العظيم الكومنت بتاعك، بس انا حبيت اوضح لك ان انت لما تيجي تهاجم حد او لما تيجي تتكلم مع حد ما تهاجمش شخصه، انت مالك بشخصه خالص، انت مالك اصلا. اقول لك على حاجه، اعتبر ان انا مش مربي كلاب خالص، اعتبر ان انا ما عنديش كلاب خالص، تمام، وان انا ما عنديش كلاب بلدي والكلام ده كله، وراجل ماشي في الشارع ولقيت كلبين بلدي قلت يا جماعه حرام يتم تسميمهم. قول لي جدع او قول لي برافو او ادعم الموضوع ده، او انت برضو قول كده، ما تخشش تقطم فيا او تخش تهاجمني بكلام، تمام ماشي، مش مظبوط. بس بكل بساطه واخيرا يا مايكل، والله العظيم والله العظيم والله العظيم تاني، انا ولا زعلان منك ولا متضايق منك، ويا جماعه الناس اللي بتتفرج والله العظيم انا لا زعلان من مايكل عشان حد يقول لي يا عم سيبك وما تردش والكلام ده خالص. انا بس حبيت اوضح شويه حاجات على راسهم يا جماعه، بالراحه على بعض شويه. لو انت يا مايكل فعلا حاسس ان الكلاب دي غلابه والكلاب دي تستحق حياه افضل والكلام ده كله، يا اما
تحاول بقى زيك زي غيرك، زي ما احنا بنحاول كده اجتهادات فرديه، وفي ناس بتحاول الكلام ده كله تساعد في الوضع باي شكل، يا اما تطالب الدوله وتعمل حمله وتعمل مجهود قوي جدا 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 جدا، وهتلاقينا كلنا في ظهرك يا مايكل. فيا مايكل شكرا جزيلا على الكومنت بتاعك، ويا ريت لو في سوء تفاهم تفهمني، وفي جميع الاحوال لما تيجي تتكلم مع حد بعد كده سيبك من شخص خالص واتكلم معاه على الموقف نفسه او على القضيه اللي هو بيتكلم عنها. وطبعا بالنسبه لموضوع اطفال الشوارع، انا طبعا اتمنى ما يبقاش في اي طفل في الشارع، تمام، ولكن هنا انت بتقارن مقارنه مش مظبوطه تماما. اول حاجه انت بتقارن ما بين انسان وما بين حيوان، مش بقول الكلاب وحشه والكلام ده كله، بس لما الواحد بيشوف انسان في الشارع بيبقى هيموت، لا هو انسان نايم في الشارع دي مصيبه. طبعا كلب في الشارع مصيبه، بس في كلاب بلدي كتيره ربنا مهيئ جسمها ان هي تعيش كده. فكون وجود ان في كلاب في الشارع، لا في دول كتيره جدا فيها كلاب في الشارع، لدرجه ان في دول تمام فيها كلاب دي متعقمه في الشارع وقاعده في وسط الناس وفي وسط المحلات وفي وسط الكلام ده كله. فما تدخلش موضوعين مش شبه بعض قوي، لان الانسان اي طفل من حقه يلاقي اكل نضيف، يتعلم، يشتغل، تمام، يتجوز، يعيش حياته، الكلام ده كله. انت مدخل موضوع في موضوع تاني خالص، دي نقطه. تاني حاجه، لا مش كل كلاب الشارع خطر، هو مش وجود الكلاب في الشارع هو اللي بيمثل خطوره على الانسان، ولكن ازدياد اعداد كلاب الشارع، ودي مشكله كل الدول متفقه عليها. علشان كده تم اختراع النظام بتاع الTNR اللي هو التعقيم والتطعيم، علشان الاعداد ما تزيدش عن الحد زي ما بدا يحصل مؤخرا في مصر. والجامعات تشكر ان هي بدات تعمل جهود رهيبه في النظام ده اللي اثبت نجاحه في دول كتيره جدا. واخيرا نرجع لنقطه ان لو في كلب بلدي خطر على الناس، انا ضد كده طبعا، وانا ما احبش ان في حد مثلا كلب بلدي يعضه والكلام ده كله، او يتهاجم من كلب بلدي والقصه دي كلها، ما حدش يحبه خالص. ولكن نرجع لنفس النقطه، لو في كلب بلدي خطر على الناس، بعد اذنك اطلب من المسؤولين يوفروا لجان تنزل تبحث حاله الكلب البلدي ده، هل هو عض عشان حد ضربه مثلا، ولا الكلب ده عنده مشكله. في كلاب ساعات بيبقى عندها مشكله فعلا، انا مش معترض، ساعتها الكلب ده يقدروا ياخدوه يودوه شيلتر، يوفروا له مكان تقدر تطلب منه نفس الكلام، يتصرفوا معاه بشكل رحيم والكلام ده كله. فكل حاجه ليها حل يا مايكل، ولكن الحلول الاباده دي اللي هو اخفي لي الكلاب كلها من الشارع دي مش حلول. وبرضه انا مش عارف انت معاهم ولا ضدهم، فيا ريت تعرفني. السلام عليكم.